حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول؟ ما تدرون، ائتمنه على أحاديث الفتنة، كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول فقلت له فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله، عندنا فتن تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال والبنون، وذكر الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال له عمر لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة فخفت أن أقول كلاما يؤذيه، قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه فالتفت إليه قلت ماذا قلت؟ قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ إن بينك وبينها بابا مسدودا. عمر وقف جالس في القصر، يعني في بيت الخلافة أقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما يفهمون ايش الباب، لا ما فهموا. قال بابا مسدودا. قال اسألك بالله يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر الباب؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام يبكي وترك الناس. قالوا الناس يا حذيفة وش الباب وش الفتن؟ احنا ما فهمنا شيء. قال إن الباب هو عمر رضي الله عنه، يكسر يعني يقتل، وإذا قتل عمر جاءت الفتنة على الأمة. يعني كأن حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر. وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه، وتكون هذه الساعة. ولذلك أنت حامي يا عمر، في حياتك كنت تحمي الأمة من الفتن. أسألكم بالله من منا يستطيع يكون باب يحمي الفتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ أقول للشباب اللي يعاكسون البنات اتق الله في ابنة رباها أبوها 20 سنة وأكثر من ذلك عفة وطهرا، ثم تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولرسوله، ولا بعد ذلك إلى إيمان ولا نخوة ولا مروءة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الأمة، فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر أن امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وعمراه، تقصد يعني عسافة وحسرة على عمر. قال لها الناس لا تذكري عمر بهذا. قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن.